أهلا بيكم في حلقة من نار. النهاردة هنحكي عن واحد مش بس لاعب، لأ، ده ساحر الكورة، ملك القفشات، وصاحب الضحكة اللي تخليك تحب الكورة لو ما بتحبهاش. مين؟ محمد بركات طبعا، الزئبقي، عم البلد، ملك الحركات. بركات ملك الحركات، ينام ويقول، يندم ويقول يا سلام عليك. خد بالك بركات ده داهية، ده لو جالك مفيش هزار، ده يوماتي بركات هنا مسخناتي مولعها نار. خد بالك بركات ده داهية، ده لو جالك مفيش هزار، ده يوماتي بركات هنا مسخناتي مولعها نار. بركوتة جاب الضيف وذبح له القطة، ضيف تاني قضاها ملقطة، ثبت لعيبة عالثابتة ونجوم كبار. بركوتة جاب الضيف وذبح له القطة، ضيف تاني قضاها ملقطة، ثبت لعيبة عالثابتة ونجوم كبار. خد بالك خد بالك. بركات زي أي ولد مصري كان بيجري ورا الكورة في الشارع، يحلم بالملاعب الكبيرة. في نادي السكة الحديد الناس شافوا فيه حاجة مختلفة من أول يوم. موهبته كانت زي نجمة بتلمع، الكورة كانت بتروح له زي ما تكون عارفة إنه هيعمل بيها حاجة حلوة. لما راح الإسماعيلي بدأ يلعب بثقة، أهدافه كانت سريعة وسلسة تخلي الجمهور يقول الواد ده هيبقى حاجة كبيرة. لما بركات لبس تيشيرت الأهلي الملعب بقى مسرح، أهدافه في دوري أبطال أفريقيا زي هدف 2005 خلت الجمهور يهيص ويقف على رجليه. كان بياخد الكورة يراوغ زي ما يكون بيرقص ويحطها في الجون بكل هدوء. بركات مش بس كورة، ده عالية ضحك. الأتوبيس بتاع الفريق وأوضة اللبس وفي المقابلات كان بيخلي المذيع ينسى أسئلته من كتر الضحك، وكان بيعمل هو اللقاءات مع اللعيبة. بركات كان عنده لحظات في الملعب تخليك تفتكره للأبد، زي ماتش الأهلي والزمالك لما جاب هدف من تمريرة سحرية. الجمهور كان هيتجنن، الكورة كانت بتعدي من بين المدافعين زي الخيط في الإبرة. محمد بركات مش مجرد لاعب كورة، ده أيقونة حقيقية. الجيل الجديد ممكن يفتكر إن بركات مجرد فيديوهات ضحك على يوتيوب أو لقطات هزار في الملعب، لكن اللي عاش الفترة دي عارف إننا بنتكلم عن نجم كبير، نجم حصن بطولات وسجل أهداف مهمة وكان سبب في أفراح ناس كتير. بركات جمع ما بين المهارة والروح، ما بين الجدية والهزار، ما بين إنك تحترمه كلاعب كبير وفي نفس الوقت تحس إنه صاحبك اللي ممكن يقعد يهزر معاك بعد الماتش. وبركات هيفضل علامة في الكورة المصرية، مش بس عشان لعب في الإسماعيلي أو الأهلي أو المنتخب، لكن لأنه دحى قلوب الناس ببساطة وخلاهم يحبوا الكورة أكتر. عشان كده لما تيجي تفتكر الجيل الذهبي لازم تفتكر ملك الحركات محمد بركات. وفي النهاية لو حابين تشوفوا حلقات تانية ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من على جول.